عندنا مشكلة شوية في مجتمعاتنا الشرقية إنه الحدود سايحة على بعض شوية. إحنا بنعتبر إنه العشم إنه أنا وحضرتك أو حضرتك يكون البيبان مفتحة، الحيطان واقعة، ممكن أجيلك في أي وقت، تجيلي في أي وقت، لازم لما تجيلي بتعب أنا استوعبك حتى لو أنا مش وقت مناسب بالنسبة لي. العشم حلو، بس انهيار الحدود حاجة مش صحية خالص في مجتمعاتنا. بتبتدي بإنه الشخص من وهو صغير ساعات كتير بيبقى لما بيقول كلمة لا بيقابل من الكبار بتعنيف عظيم جدا، انه هو ازاي بيرفض انه يساعد حد معين او يعمل حاجة معينة حتى لو الطفل ليه حق انه يكون مش عايزها. بنقول له عيب تقول لا، فبالتالي بيكبر وهو حاسس انه علشان يبقى لطيف ومؤدب وربنا يحبه ويرضى عنه هو لازم يقول لكل الناس في كل وقت، حتى لو الموضوع ده مش مقتنع بيه، حتى لو في حد تاني ممكن يقوم بالمهمة دي غيره، حتى لو كان هو مش حابب اللي هو بيعمله متغصب، مش هيعمله من قلبه، مش من حق الآخرين انهم يطالبوه بيه، بس هو طول الوقت بيشعر انه عيب قوي يقول كلمة لا. فبيكبر وهو عنده إحساس وخوف انه كلمة لا دي غلط، وخوف من انه يقولها احسن يزعل اللي قدامه. ساعات كتير قوي بيجيله إحساس بالذنب عظيم لو هو قال كلمة لا، بيحس انه ربنا اكيد زعلان، انه انا كده ما بفكرش غير في نفسي، ان انا كده هخسر الناس فهعيش لوحدي. فبالتالي في اوقات كتير جدا بنسمح ان الناس تطغى على حياتنا بسبب ان احنا اتعلمنا من واحنا صغيرين ان كلمة لا مرفوض تماما. في حد قال قول للانسان ولا للحاجة المطلوبة منك، بمعنى انه لما اجي اقول اللا لازم اتمرن. يمكن في الاول لما ابتدي هعملها بعنف فظيع لان حاسس ان انا مش متعود عليها، فبضطر مستثقلها، فهروح قايلها بطريقه تصد اللي قدامي وتقفله وتجرحه. لكن انا مش قصدي ان احنا نعمل كده، انا قصدي اقول حتى لو كنت خايف في الاول لازم تعرف ايه حقوقك، حدود الناس التانية وحقوقك. يعني مثلا انت ما ينفعش تعيش لحد اخر حياته، مفيش مشكله انك تقول ان الوقت ده مش مناسب ليك وتعمل الحاجة دي في وقت تاني. يعني لو اتصلت بيكي صديقة بتعيط تبقي حاسة مش ممكن اقولها دلوقتي ان انا مش فاضية لانه جوزي لسه داخل من الشغل وانا لازم اغديه، او ماما وبابا اتضايقوا ان انا بقالي كتير قاعدة على التليفون وطولت في المكالمة فمش قادرين يسمعوني تاني بتكلم، فماما لسه متخانقة معايا. انا ممكن بمنتهى اللطف اقول لا، بس مش بالطريقه تخلي الانسان يحس ان انا برفضه هو، لكن التوقيت ده مش هينفع حالا. لكن انا اوعدك ان انا هتصل اول ما اقدر، بس دلوقتي انا مش قادره اتكلم لان عندنا حاجه في البيت، ماما متضايقه. مش لازم دايما افسر، بس واحده من الطرق اللي تقدر تقول بيها لا انك حاول تقول لا بطريقه تخلي الانسان يحس انه مش الوقت ده مناسب، لكن هتعمل له كده، لكن مش بترفضه هو شخصيا، بترفض بس الحاجه اللي هو طالبها منك.